بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم عم محمد. مساء الخير. مساء النور. نحاولوا نتكلموا على قضية الهلال يعني، وكيف خاصة الوقت التخلف نتاعو وظهوره بعد في الصباح يعني مساء الصبح، وعلاقته بنهاية الشهر وبداية شهر واحد آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا شيخ أنا يعني صراحة أنا ما عنديش خبرة ولا نحسب ولا، إنما عارف الهلال هذا ما نحسبه إلا وقت رمضان. أيوه. ها؟ خاصة ديما الأخرى تاع رمضان نحسوه. كما العام هذا تاع 2014 عسيناه نهار الخميس. الخميس اللي هو ليلة 27 يعني. أيوة نعم. 26 رمضان. أي 26 رمضان. عسيناه نهار الخميس، شفناه كبير. قلنا قدوة الجمعة ممكن يبان ممكن ما يبانش. نهار الجمعة زدنا عسيناه. وقتها تعسوها. عسيناه بعد وقتها تراقبوه يعني. بعد صلاة الصبح راقبناه بعد صلاة الصبح بعد ما خرجنا من المسجد. أيوه. بعد ما خرجنا من المسجد رحنا لبلاصة واضحة ما فيهاش النخيل وعسيناه، يعني كان شوية غيم هكذا بصعوبة باش شفناه. الوقت اللي شفناه كان كما يقولوا صلاة على الشمس والقمة محينة على الأرض، يعني بعيد ما شفناه. هذا نهار الجمعة. السبت ما رأينا له شفناه إلا أكيد 100% باللي ما يشافش. أيوه. هذه حاجة يعلم بها ربي، الله أعلم. على حساب ما شفناه عصيناه الخميس في الجمعة. السبت ممكن يطلع من الشمس أو قبل الشمس. السبت اللي هو 28 البارح يعني. 28 السبت ممكن العلم بالله يطلع مع الشمس أو قبل الشمس. هذا كو يمشي مع الشمس يهبط معها أو بعدها بحاجة ما يشافش من ظهرها. الله أعلم. الله أعلم. اليوم كما اليوم الأحد هكذا شيخ. اليوم الأحد 29 رمضان. 29 رمضان. الموافق 27 جويلية. الله أعلم. العلم بالله سبحانه. ممكن يطلع بعد الشمس بشيء معين. هذا كو يمشي مع الشمس ما تجي تهبط الشمس ممكن تخلفه. إذا تخلف هذا الشمس والشيخ من ظهره يسمى مات رمضان يصب عليه. يسمى غدوة إن شاء الله ممكن يكون عيد الاثنين. يعني الله أعلم. يعني قلت لك في الأول يعني ما عندي خبرة ما نحسب، إنما نحسب ما راقبوه في اللي ما دخلت على رمضان. الله أعلم. الله أعلم يكون عيد غدوة. والله أعلم. إن شاء الله. وكيف هذه الهلال تاع 19 و20 هذه؟ والله يا شيخ حاجة اللي سمعها وما نؤمنش بها صراحة وما عصيتهاش. لو كان جيت يعني من بها ممكن عسيتها. يعني ما راني سنة ديما يقعد 19 و20 ساعة يكون مسافر، ساعة يكون فلاح يا أخي يسقي في الليل واش كان؟ يقولوا في القديم أنا سمعتها ممكن في السبعينات ولا في الستينات يقولوا مبطاه ليلة 19 ومعزموا ليلة 20. ليلة 19 يطول يعني بطيء، وليلة 20 يعزم الهلال. والله ما شفتش بالضبط، الله أعلم. سألت عليها جدي ربي يرحمه علاش القصة هذه. قال لك ليلة 20 في الشهر هذاك في كل شهر مش رمضان ولا في كل شهر. قال لك ليلة 20 غداو جمال تاع لاله فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء. قال لك قدرة ربي القمر طلع بكري هذيك الليلة. والله أعلم. ممكن تكون متعلقة بظاهرة فلكية يعني واضحة. ممكن. كيفاش يقولوا الهلال في الأيامات الأولى يقول لك 3 هي هذاك بالنسبة للناس المولة. هذاك كي يبدا الشهر يعني ويبان الهلال من ظهره. النهار الأول هاو يبان الهلال خاطي. النهار الثاني يكبر شوية. النهار الثالث والرابع يقول لك بو ثلاثة يمشي، بو 3 يعشي، وبو 4 يمشي. يعني يطول يعني. بو 3 يعشي يعني بالنسبة للإنسان الموال راعي الأغنام. يطول سارح والحال ضاوي، يعني حتى الغلم تاعو تتعشى تشبع. هذا هو كلمة تعشي. بو 3 يعشي وبو 4 يمشي، يعني إنسان مع الشمس يقدر يتعشى في داره، وقال مسافر 10 كيلو ولا 20 كيلو ممكن يلحق هذاك المسافة تاع الهلال هذاك الضوء تاع الهلال. يقول لك بو 3 يعشي وبو 4 يمشي. والشيخ يعني أنا عندي جدي ربي يرحمه كان يحسب ياسر، إنما ما كنتش مهتم بها الحوايج هذه.
ربي يهدينا ان شاء الله. ربي يدخل علينا العيد بالرحمه والبركه ان ان شاء شاء الله الله، يا وربي أخي. يتقبل منا ومنكم الصيام ان شاء الله. بارك الله فيك. وفيك بارك. شكرا.